عندما خرجنا من الثانية لم يكن يعني في جزئية الفيلم أنه كما سردها الأخ عمرو أبو شوارب، وهو أحد منتسبي القوات الخاصة من خبرة الأخ العميد محمد عبد الله صالح الذي عززونا للثانية. فلم نخرج بعدة مواكب متعددة للتمويه، ولم يكن هناك تمويه على الإطلاق. خرجنا بموكب واحد مكون من 6 سيارات مصفحة لاند كروزر. خرجنا باتجاه حتى انه تحتوى من الرصاص. تتحدث الان عن الموقف في اي لحظه؟ نعم، في لحظة الخروج. لحظة الخروج الانتقال الى حصن عفاش. نعم. خرجنا ب6 سيارات. احد كانت سيارة العميد طارق جابها للزعيم، وخرجنا بهن من البوابة الرئيسية امام النيران وفي وجه النيران. علي عبد الله صالح لا يهرب، علي عبد الله صالح إذا يهرب للأمام لا يهرب للخلف. فخرجنا في نسق واحد أمام المعارك، حتى أنه بعد 200 متر تقريبا أو 300 متر من منزل الزعيم تم إعطاب أول سيارة مصفحة كانت للتدخل، وكانت تحمل رشاش عيار 50. تم إعطابها في على مدخل شارع الزبيري. ثم دخلنا الزبيري. هذا كمين أول. هذا الكمين الأول. نعم. ثم دخلنا الزبيري. أثناء ما دخلنا الزبيري شاهدنا في الشارع الثاني، احنا جينا من الشارع هذا والشارع المعاكس كان في 6 أطقم حوثية جاية من نفس الطريق. فحاولنا نعكس الشارع من الرصيف وطلعنا وانتقلنا للخط الثاني وتحركنا، ثم عدنا لأن كان في زحمة سيارة يعني في النفق حق التحرير. فطلعنا من النفق ورجعنا طوالي باتجاه باب اليمن. رجعنا وهناك تم إعطاب سيارتين من الخمسة من الست. واحدة في الزبيري، واحدة عند نزلة السائلة. تبقى 3 سيارات. السيارة الأولى كان علامتها صلاح نجل الزعيم مع عدد من الحراسة. السيارة الثانية كان على متنها وكان في السيارة الأولى صلاح وعدد من الحراسة، وكان معهم عمرو أبو شوارب وهو من تمين القوات الخاصة. السيارة الثانية كان على متنها الزعيم رحمه الله والسيد عارف الزوكا ومدين نجل الزعيم كما وصف. والسيارة الثالثة كنت على متنها أنا وعدد من الحراسة. فتحركنا طلعنا. السيارة الثالثة أنت ومجموعة من الحراسة، إيش كان دوركم؟ تأمين أو السيارات كلهن ال6 كان عملهن اعتراضية، يعني في الأمن والحماية يسمين اعتراضية، يعني لحماية الشخصية أثناء الخروج. أثناء الإخلاء. خليه يكمل المسافة. أثناء الإخلاء. فخرجنا فطلعنا من السايلة من عند جسر 45 باتجاه شارع خولان. في اتجاه شارع خولان وصلنا في كمين عند جولة أبو عادل، كان في كمين بيضرب علينا. تجاوزنا الكمين، وكانت السيارة لأن سيارتي كانت يعني أكثر سيارة يعني الكفرات والرصاص. نعم. لأن احنا كنا نحاول أن نغطي على الزعيم بقدر الإمكان. فكانت الكفرات عندي في السيارة قد ضربت تماما، فكان المسافة بيني وبين سيارة الزعيم وسيارة تبعد أكثر. فوصلنا تقريبا عند في شارع خولان عند شارع العشرين. في شارع العشرين كان في كمين عند محطة الخليج، اسمها محطة الخليج. كان في طقم محطة الخليج قرب دار السلم. نعم. كان في كمين، كان في طقم حوثي يحاول أن بيجمع الأفراد بعد أن ضرب على سيارة الزعيم، بيجمع الأفراد لكي يلحق بالزعيم. قمنا بالاستيطان بالطقم هذا من ما أعطبنا الطقم، فنزل أفراد الطقم كلهم وجهوا وابل الرصاص على السيارة. طبعا السيارة كانت مصفحة، ولكن ما كان يعيقنا في السيارات هي الواجهة الأمامية للسيارة، حيث كانت واجهة السيارة ليست مصفحة. فكان يضطرب خزان الماء فتلصص السيارة، يعني تطلع الحرارة. بعد ما ضرب استطمنا بالطقم وتعرضنا للنيران. تحركنا، قلت للساق قلنا ادخل اول فكه يمين منشان نحاول نموه ان الزعيم لف يمين، وفي نفس الوقت السياره خلاص حتى بتدخن. نعم. مشيت السياره تقريبا
300 إلى 500 متر ووقفت من محطة الخليج. نعم، من شارع العشرين في شارع فرعي. نعم. فنزلنا هناك وأخبرت الأفراد، قلت لهم كل واحد يمشي بسلاحه ونلتقي في حصن عفاش. واخذت وفق توجيهات ووفق المسار نعم، مسارنا حصن عفاش. نعم. اما انا اريد ان اوضح نقطه اخرى. الحوثيين الان بيقول لك انه لا، مدين طلع بيقول انه سايرين حصن عفاش، حصن عفاش كان سقط وما اعرفش ايش وهو كان هارب الزعيم. لا، الكلام ليس صحيح. الكلام لم يدور بهذه الطريقه. حصن عفاش لم يسقط إلا الساعة 12 ظهرا بعد استشهاد الزعيم رحمه الله. وكان هناك كمائن، طبعا كان هناك كمائن في سيان، في الجحشي، في عدة أماكن لهم كمائن، لكن حصن عفاش لم يسقط أبدا إلا بعد استشهاد الزعيم، وكان الزعيم يتوجه إلى حصن عفاش. أما من يسأل أين كان العميد طارق في هذه اللحظة، العميد طارق جاب سيارة للرئيس وظل يقود المعركة داخل الثانية. يعني لو كان العميد طارق ترك الثانية وبأمر من الزعيم ظل العميد طارق يقود المعركة داخل الثانية بعد أن أصيب العميد محمد بن محمد عبد الله الصالح، ظل العميد طارق يقود المعركة داخل ولم تسقط الثانية إلا بعد أن استشهد الزعيم. وحتى أن الحوثيين كانوا يصرخوا لهم بالميكروفونات سواء في حصن عفاش أو بالثانية. نعم، سلموا عفاش قتل. كانوا يصرخوا، فضروري أن تظهر هذه الحقائق وتوضح للناس.